ده طب ما فيش رز بلبن ده كان فيه عشان الجنان بعينه؟ رز بلبن. يا اكيد كانت الفلفل ده. ايه ده؟ اهلا 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 اهلا. يا رب ضياء يزعلك كل يوم. انا مش عايزاكم ايه النضاره دي؟ تقلقوا عليا. ايه رايك يا ماما؟ شياكه؟ لا رخم. شياكه قوي. طب هاتي لي نضاره كده زيها. بيطلع بيها. انا على الابو بلودي. فعلا السلطه حراقه. انا بقي ولع. المهم ان يا جماعه بصوا، انا بحب اتشكل قوي مع ضياء عشان يجي يصالحني، فاقول له ما تحب بقى تصالحني بقى عزمني عند صبحي، فهو يقول لي ماشي. ماما جايه معايا وايه شفت فينا كده خدناها. لازم يصالحنا كلنا. قال لي ماشي، فانا انتهزت الفرصه بصراحه. ايه العسل ده؟ ما تاخدوا شوربه معايا. انت مش شوربة مبينه. مولعة نار. باين الشوربه كده. اهو. خلاص كلي. فانا قلت لازم طبعا ان انا اشارككم في كل حاجه سعيده. الشوربه خلصت والاكل لسه ما جاش. وفي مفاجاه يا جماعه بصراحه، يعني المعلم صبحي ذات نفسه هو اللي بيعمل لنا الاكل بايده النهارده. عايزه اشكره جدا جدا. انت خدتي مني ايه في ايه؟ هو كل شويه اعملي اللي عليك. فين الشوكه؟ استنى بس خليني اقول الكلمتين قبل ما انسى. عايزه اقول لكم يا جماعه ان المعلم صبحي بذات نفسه هو اللي بيعمل لنا الاكله، وانا عشان بحب ان انا اشارككم في كل حاجه اهي شاركتكم حتى وانا في المطعم اهو. الشوكه. عايزه الكل يدخل بقى يعمل فولو للبيج بتاعت المعلم. شوفوا المعلم هو بيعمل لنا الاكل بنفسه، واشكروه بنيابه عني يا جماعه. انا قلت له كل جيش لولا هيدخل يشكرك طبعا. وجيش ماما لولا. مش ماما لولا. ابعتيلي يا لولا، هظبط اخبار على الموقع. ابعتيلي اللي انتي عايزاه. وفاء صلاح الدين. طب يا حبيبتي يا جماعه طعم. استني بس اقول لهم على حاجه صغيره. ازيكم عاملين ايه؟ انا طالعه شيف في قناه تانية. ايه بلاش خلصي انتي لوياني قاعده على بطني. انا بس مش لازم اقول لهم عشان ينتظروني. قولي لهم بس انتي قاعده على بطني. وهطلع في التلفزيون في قناه تانية. هم دخلوا وشافوني وانا عامله صينيه المكرونه، قالوا لي دي حصري ما شفناش عند اي حد، تعالي اعمليها. يعني ده مش موضوع تقوليه واحنا بناكل عند المعلم صبحي اللي يحط لنا شطه على الاكل. لا بس المعلم صبحي لا يعلى عليه طبعا، لا يعلى على المعلم صبحي عايزه صراحه. اقول لكم يا جماعه ان ماما هي اللي مربيه المعلم صبحي. اللي انتوا ما تعرفوش بقى ان المعلم صبحي ده وانا في الجامعه كان هو لسه صغير يعني متربي معايا. هما مين ايه؟ وفاء صلاح. بس ابنكم لولا بقى. لولا بالراحه على الراجل، ما تدفعوش كتير. هو سندوتش جبنه بيضه وكوبايه شاي كفايه يا ست. رضا والله. بس هو احنا بصراحه من ساعه ما جيت واحنا بناكل سلطه. ايه يا ضياء؟ السلطه ناكل واكلمكم. لا وبصراحه مروق علينا. بصوا جايب لنا كمان ايه؟ خيار مخلل. وطبعا ما حرمنيش من الجرجير. لا بس انا عليكم. ضياء يا جماعه ما فيش في كرمه، ما فيش في كرمه. مش عايزه اقول لكم سلمي لي جايب عليها لنا ولا جرجير. وحشيني يا اميره. لا 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 والله كده كتير عليا. كنت امبارح وانت كان صوتك مش قولي لها كانت بتسجل للقناه الثانيه وانت بتقولي والله. بصوا هو الاكل النهارده سلطات بس مش مهم. بس انا عندي بالدنيا طبعا عشان هو صالح. هي امك عايشه معاكم ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. ايه امك عايشه معاكي؟ انا عنده الصبح ده انت بارده قوي. هو ايه؟ مين دي؟ انا مش عايشه معاهم والله العظيم، هم اللي عايشين معايا. وبعدين انا هي معظم وقتها معايا. ده بتقعد تحل عليا وديان ما رضاش اروح. ده انت عليها برخمه وبارده. يا جماعه مو عايشه معايا ازاي؟ انا بطبع ان يعني ضياء لما بيسافر انا بروح اقعد مع ماما، اروح اقعد في الشقه لوحدي، فعلى طول انا قاعده عندها. يعني هتخليها تكرشني. وده يا دوب جت عندي يومين وبتحايل عليها ما بتحبش تيجي. وبعدين ما تعيش عندي العمر كله. احطها جوه قلبي وعيوني مش واشيلها على عارفه راسي. هما ليه يعني انا تعبه سيادتك في ايه؟ مش عارفه ما عندكيش نبع الحنان في البيت. خلاص يا ماما. المعلم صبحي اكله روعه، اكله فوق الروعه.
بيجي له ناس من جميع انحاء بصوا يا الجمهوريه. جماعه عامل اسمها ايه؟ الكوارع جميله ازاي؟ كوارع. والله العظيم مليها حل في الجميع. طبعا يا جماعه ما تفكروش ان دي منزل لها طلب كوارع ده دي شرب الكوارع وجات لها حته في الشرب عادي. انما انا طلب لي لسان عصفور. الشكر للمعلم صبحي لاهتمامه بلولا وزوجها وامها سهام وجدي. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي يا روح قلبي. عايزة انا سايبه أشوفك اللينك من بتاع أي الصفحه بتاعت شويه المعلم. تسرق مني الشوكه. ثانيه واحده. دول تشتروا من اي 10. ثانية واحدة. انا نزلت اللينك بتاع المعلم صبحي اهو، ادخلوا اعملوا فولو للصفحه، شوفوا اكلاته الجميله. هو فعلا يا جماعه المعلم صبحي مش بس صاحب مكان، هو شيف كمان يعني، اكله لا يعلى عليه. من وهو عنده 4 سنين هوايته الطبخ. اسالوني انا. من هو عنده 4 سنين ماما بتقول لكم كانت هوايته الطبخ، كان بيحب الطبخ قوي. وفعلا هو اكله جميل يعني، اللي ده اكل هو بدأها صبحي. بالكفته وبعد كده بس بجد اكله. ايه؟ تعالى بقى صوري لسه الأكل لسه والحاجات مش كله. هنزل الملوخيه دلوقتي لما الاكل يتحط. انا عامه شبعت من السلطه والشوربه. شيلي النضاره دي يا لولا. ليه؟ دي شياكه. انا مش شايفاها شياكه، ده رخام. موقع يا بنتي يا لولا. ايه الجمال ده؟ استنوا طبعا عشان ايه؟ بنتي جميله ايه القمر لوحدها. ده يا لولا؟ خدي بوسه. انت قمر في كل حالاتك. بتشقي قمرات في كده. بصي مش قمر كده، مش انت حلوه بطبيعتك. يا جماعه انا مش عارفه اشيلها الحقيقه. اشيل لك الطاجن ده. وده انا مش عارفه اشيل النضاره. حقوني. روق الدنيا، انا جاي ما عشان تجيبش اروق مكان. لكم الدنيا. عيني يا ست الكل. ربنا يخليها لك يا ليلى، هي اجمل ما في الدنيا. اكيد طبعا اجمل ما في الدنيا نبع الحنان. ده ادتني كومنت صعب. المفروض عيد ميلادي عيد ميلاد عيد ميلاد الام عيد ميلاد الام. يوم الاحد. وخلي بالكم بقى، ده انا طالعه الام المثاليه كمان في حاجات كتير. الصحفيه وفاء صلاح الدين. المعلم صبحي كابر من الشخصيات المحترمه وغني عن التعريف. اكيد طبعا اكيد. ده طلع مع صاحبه السعاده راح طبخ لهم يعني، مفيش اكتر من كده. هو بجد حد محترم قوي. ولما عرف كمان متواضع إننا موجودين جدا صبحي، النهارده، متواضع قوي. هو قال هيعمل لنا الاكل بنفسه. شخصيه فوق قمه، فوق قمه الاحترام. انا سايبه اللينك بتاعه هنا ووعدته ان جيش لولا لما يشوف اللايف ده هيدخل وهيشكرك بالنيابه عني. فما تصغروناش بقى، ما تصغروناش بقى. هي دعاء مش معاكي ليه؟ دعاء في شغلها تاني. عقبال ما تشرفينا في المنصوره. كنت لسه هناك النهارده. ايه كانت لسه هناك النهارده. احسن ناس. ايه كل شويه يا جماعه بتسرق مني الشوكه والمعلقه. ما حصلش والله. هي شفتي انت اصلا هي شفتي. انت ليه كده؟ ليه كدابه. قدام الفن؟ دي ده ليلى، طلعت ليلى يا جماعه مش انا والله. اتنين قدامك اهو. دي بتاعت ضياء ودي بتاعتي. طب شوكتي فين؟ شوفوني اهي، ما هي اللي هناك دي بتاعت مين؟ اهي دي بتاعتي. طب يا جماعه انا طلعت ظلمه، اني اسفه. هي اصلا بتاكل بايديها اليمين. بس التصوير بالكاميرا السيلفي. في حد مفكرني باكل بالشمال؟ لا اهو يا جماعه، اهو اليمين اهو. لا باكل باليمين يا جماعه اهي. الشمال اللي فيها الدبله عشان انا متجوزه، فانا مش باكل بيها، باكل بدي. بس الكاميرا عكس عشان انا فاتحه سيلفي. ما تكلميش وانتي بقك اكل، ده من باب من اداب الاكل حبيبتي. حاضر. بس انا ما كانش بقي اكل، انا ما اتكلمتش اصلا يعني، لسه الاكل ما نزلش اساسا. المهم هم لازم يحرقوا دم، فعديها. لا واحده بتقول نصيحه محترمه يعني. ما لو كنت انت كلتي كانت تديني نصيحه. انا يا جماعه مضطره امسح الروج لان ايه، مش عارفه اكل روج بقى. صحتين وعافيه، الله يعافيكم. عايزه يلا كل جيش لولا يدخل يكتب على الصوره بتاعتي في البيج عند المعلم صبحي، اقول له تسلم ايدك تسلم ايدك على الاكل،
قولوا له ان انتوا بتشكروه بالنيابه عن لولا عشان انا وعدته بده، وما تصغرونيش بقى يا جدعان. اللي واخد شوكة ماما يطلعها بقى. هي على فكرة هي اللي مخبيها اصلا. بص انا ظلمتهم. خلاص انا قلت انا اسفه. اهي لقيتها. كنت تعمل فيها ايه اشرف الحراميه. ده استنوني هعمل لكم فيديو هطلعني حماتها. شوفوا هعمل فيها ايه. هطلع بقى هي مرات ابني. اي نعم انا ماليش ابن بس ده ايه ده هزهقك. ده ولا ايه؟ هات كده. استنوا يا جماعه عشان هما نزلوا حاجه غريبه على ده فطير. طب ده فطير هاكل بيه باميه؟ في عيش. في اي حاجه مش قلت لي يا ليلى ده عيش. عيش زي عيش عرايشي معمول على الفحم. بصوا اهو هو باين من هنا شايفين؟ انت حاطه لهم بتاع في وشهم انتوا مش شايفين. ما مش شايفين منك. شايفين منك انت وانت عامله لهم كده. طب وريني. خدي ايه؟ صدق طعمه جميل. طعمه جميل قوي. عيش معمول على الفحم طعمه تحفه. انت نسيتي تقولي لهم اتفضلوا معانا. محتاجين اعزم عليكم. وبعدين دي شكليات يعني انا لما بقول لكم تفضلوا ازاي. يا شكرا على الاكله اللي من غير لحوم من غير اي حاجه دي. يلا قوم نروح. لو انا اللي قلت هنكمل نكد في البيت. قالت لك شكرا ضيافه. هنكمل يلا نكد لمراتك. في البيت بسبب العشوه الغريبه دي. بصوا يا جماعه انا عايزه اشتكي لكم من ضياء. من جوز بنتي. ضياء تاني. وفي ايه؟ ايه؟ في ايه؟ هو ايه المشكله؟ تاكليش يا بنتي مش تشبعي. ايه؟ هشبع. طب والله أنا مش هكنسل بنتي فعلاً الأوردر حقيقي. وأقوم أروح. ده حقيقي. انا غلطان من جدا. ده عيش يا لولا. عيش بس عيش سوري. عيش عامل زي العيش العرايشي كده معمول على الفحم طعمه تحفه. الجوع كافر اصلي. الناس اللي في العريش دول وحشوني قوي. نفسي اقعد عندكم تاني. استني بس كده ايه أسبوع. عشان في كريمه بتقول والله العظيم فاضل تصور لنا تفاصيل ولادتك. كفايه رغي بقى ما فيش خصوصيه. انا ما عنديش خصوصيه. انا بحب كده كل حاجه اعملها الدنيا كلها تبقى شايفانا. انت يا مصر مش عاجبك اطلعي بره. مش عاجبك ما تتفرجيش في تفاصيل حياتي. انا واحده بتعرض تفاصيل حياتها. انا واحده بتعرض تفاصيل حياتها. انت يا مغري يا مصر مدخلاني ليه يا بارده؟ اطلعي بره من عندي. اتنين لا لولا. هتولديني بدري. اتنين لا لولا. ايه يا جماعه هي هدي. انا في المطعم شكلي وحش. ما تنرفزونيش. خلوا النرفزه دي اما اروح. ما تاكلوش كتير لحد ما ايه قولوا له احنا شبعنا. تاكلوش كتير. يعني ماشي خلاص وانا قلت لك. ماشي. انت بتدوري على الكومنتات اللي بتضايق. لا ده في ناس زي السكر ايه. ده عيش ايه ده يا لولا؟ احنا مش عارفين. المعلم طب استني صبحي احنا. المعلم صبحي هو اللي اسمها عامله. ايه؟ عامله على اللي كانت هنا. سمر. يا سمر احنا بننادي عليك يا سمر. دعاء فؤاد معانا في اللايف. بجد دودو كانت بتاكل رنجه. خلصت الرنجه وطلعتي. بتقولك ما خدتيش دعاء معاكي ليه؟ تعالي العريش هتشرف بيكوا. ده انا اللي هتشرف. ده انا هموت واجي العريش. اقسم بالله هموت واجي العريش. ما بقوش يدخلونا. طلعنا عبال ما وصلنا العريش على البيبان. قالوا لي لا انت رخمه انت وليلى. مش هاجي الموضوع اكتر. انا بقول كده. بقول لك انا اتخنقت نايمه بس. ممكن اخد شنطتي بعدها. لا انا سند عليها التليفون. كم انا ممكن ما بقفليش عشان خنقتيني. باذن واحد احد يا جماعه ربنا يكرم ويسهل واجي العريش. انا نفسي اجي العريش والله. ليا ذكريات فيها كتير حلوه وجميله. ايه السفره الطويله اللي معلهاش اكل دي؟ شكلي وحش قدام جمهوري ان انا جوزي واخدني صالحني جايبني اكل عيش. عيش عرايشي. تعالوا واحنا نعمله. تعالوا واحنا نعمل لكم احلى
لا خلاص مش طايقه. نعمل لكم احلى عيش، ونفسي اشوفك قوي سيناويه وافتخر. بصي انا نفسي اجي العريش اعمل حاجتين، اكل لصيمه مش واكل لصيمه على البحر. مش دي بتاعت البتنجان؟ استني بس، اكل لصيمه كده واكل لصيمه يعني نفسي يا لهوي بعشقها، بعشق اللصيمه، مع ان اللي يشوف اللصيمه دي وهي بتتعمل ما ياكلهاش. الله يرحمه يا هو رب من ويغفر له. الاخر بابا غنوم دي. ثواني يا ماما. الله يرحمه ويغفر له محمد ابو راشد الله يرحمك يا صديقي. الله يرحمك وينور قبرك يا رب. زميلنا توفى واحنا في الجامعه، كان اول حد يعمل لنا اللصيمه دي. انا لما شفت شكل اللصيمه حلفت 100 يمين ما اكلها ولا احطها على بقي. عايزاكم بعد 5 دقايق من حلف اليمين عايزاكم انتوا تشوفوا هما حاطين وشي في قلب طبق اللصيمه. الله يرحمه. تعالي اسكندريه يا لولو. باجي اسكندريه على طول. انا جايه اسكندريه يا جماعه، تيجوا بقى كده. انا جايه من الجمعه الجايه اسكندريه. صورينا السفره. سفره ايه يا حبيبتي؟ ما تشوفيش وحش يا حبيبتي. اما تيجي تشوفيش وحش، عليها سلطات. ازيك؟ والله. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عن الناس من الفانز بتوعي الحلوين. الفانز اهو لقوكي. شفت مامتك مره في ممر راعي الصالح. ما احنا من شبرا اصلا. طب بصي ثانيه واحده عشان انا في اللايف. ماشي يعني هناديلكوا بعد اللايف. الف هنا على قلبك يا لولا. انا بحبك قوي، بحب اخف دمك موت عشان انت جميله. انت الناس اللي بتدي طاقه، تفاصيل حياتك. الناس اللي بتدي طاقه ايجابيه دي. طب مش فين الناس اللي كانت معجبه بالميك اب بتاعي يا جماعه؟ ميك اب ما انت الشلفط. ايه مش عاجبها رسمه حواجبي. مش قلت مش عاجبني، قلت ان هو تقيله قوي. حواجبي ده انا عشان بني. انا دايما بحط اسود فعشان حواجبي سودا قلت النهارده هغير واعمل نفسي فاشن واحط بني بقى شكلي عره. بس باقي الميك اب انا اللي حاطه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الايلاينر؟ يا شرم عامله يا جماعه ايه؟ في ايه؟ سلطه؟ حبان. انا قلت ايه سلطه هتجيب لنا نصيبه صبح. لا حبان. ما بتحبش الحبهان يا جماعه. ما بحبش الحبان ده ابدا. جننتي الاولاد وبيقلدوكي وعملت لهم ايه ده؟ انت رحتي فين؟ قناه وعايزاكي تدعميهم. حاضر. ده خبز اسمه شراك على الفحم بفلسطين وسوريا. شريك فاكره الشريك يا ماما اللي كنت بتعملوه لنا؟ عمري ما عملت الحلاوه اسمه دي. شراك. انا ماما كانت بتعمل لنا بتاع شبه السميد كده صغنونه كده اسمها شريك. لا ده غير ده عيش. لا هو ده. ايه ده؟ وراح في الكلتور؟ كلنا ايه؟ خبيته مني عمال اكل فيه. انا مخلي صبحي يدينا رغيف. اهل اسكندريه انا جايه معاكم ولا ايه؟ جايه. معانا ايه بس اللايف مش عارف يجيبنا احنا الثلاثه في لايف واحد. اطلعي بصي يعني ايه، اطلعي اقعدي على النضاره بتاعت ماما. دي ايديها. اطلعي اقعدي على النضاره بتاعت ماما. لسه عامله تيك توك من شويه انا وماما. لسه اقول لهم على التيك توك. كسحنا الترند. والله غيرنا الترند. عامله تيك توك جميل. عملت لها امورة الطعمه وهي شغاله باسلوب لولا. حرقت التيك توك الحلقه دي لسه ما نزلتهاش. لسه عشان يشوقوا اليوم. انا بموت فيك يا لولا انتي وماما، ونفسي اشوفكم بجد. انا من العريش، تنوريني وتشرفيني. انا جايه. بص انا هنطلق في اللايف اروح العريش. انا بحبكم قوي. افتحوا اللايف. هنط اروح العريش. نفسي اموت واروح. احلى ايام حياتنا كلها كانت ال4 سنين بتوع الجامعه. طب نفسي اروح العريش. بموت في العريش يا جماعه والله. لولا عايزه رقمك على الواتساب. اكتبي 010 39 36 52. كتبتيه؟ انت عسل قوي بجد. بحب خفه دمك. ربنا يخليكي يا كوكو. اسراء عادل الجميله. يبقى ترند على الفيسبوك. اول مره لك من الواتس بتاع لولا.
على فكره انا فيا شبه منك، ده شرف ليا. انا من الغردقه، تعالي هنا وفاتحين مطعمين كمان. انا رايحه الغردقه، مين جاي؟ جايه ولا ايه؟ لا اروح عشان اكل اكله في الغردقه. انا جنب صبحي. اللينك اهو يا جماعه بتاع صبحي، عايزاكم تدخلوا تشكروه على ايه ده؟ مش عارفه احط اللينك، انا مثبته لكم اللينك اهو، ادخلوا اشكروه بالنيابه عني عشان انا وعدت ان الفانز بتاع لولا يخش يشكرك على الاكل الجميل ده وعلى العيش الطعم تحفه ده. هقول له اعمل لنا رغيفين تانية ناخدهم واحنا مروحين تهيألي العيش نتعشى بيهم بقى. انا حاساه يتاكل بيه جبنه حادقه صح؟ عبد الله جميل فعلا دمك شربات جدا، ربنا يقومك بالسلامه، امين يا رب. بس فين باباكي الجميل قوي؟ بابايا الجميل قوي في البلد في الارض. سيبوه يزرع ويجيب لنا المحصول السنه دي ما نشوف. احنا زرعنا فاصوليا يا ماما ولوبيا وفراوله وايه تاني؟ وبطيخ. بتتعمل ايه؟ اللوبيا الناشفه دي بتزرع ناشفه. بتتعمل ايه؟ معلش بتتعمل من بص ايه؟ هي اشرب هتخترع. بتتعمل ازاي يعني؟ الان مع المفاجاه اللوبيا ما بتتزرعش. استني والله اللوبيا بتزرع ازاي بقى؟ اللوبيا والفاصوليا بتزرعوا. الفاصوليا انا عارفه، الفاصوليا الخضراء. ما هي برضه يا بنتي لوبيا والبيضة خضراء بتتزرع. بينشفوها. البيضه والمعين السوداء بتتزرع؟ ما بتتعمل فين؟ بتتلم ازاي بقى؟ يا دكتوره اللي بتتكلم لا انا مش دكتوره زراعيه، انا دكتوره في الاعلام، انا مالي بيه. شكلك جميل النهارده بجد، بسم الله ما شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه يا مامة الاحراج ده فكرة كل سنه بتقول وانتم كلكم طيبين. سنه وانت طيبه بالحنان. يا جدعان هم حالفين ما يجيبوا لنا الاكل النهارده. ضياء خساره فيكي طبعا خساره فيا. اكيد حد من اهلك. قول لي الحقيقه. لا سيبيها، هي بتقول ضياء خساره فيا. يا بنتي ده وسام وتاج على راسي وعلى صدري ان ضياء خساره فيا، ان هو حساب كل البنات خصوصا اشكالك منهم كلي واختارني جرجير يا ليلى كلي جرجير. عشان انا مرد عليه. ده دافع عن كرامه جوزي وكرامتي. كرامتك انت اللي اتزحضرت. لا ولا هممنا الكلام ده، دي خساره فيا. يا سلام ده بعدين انت مالك؟ أنا أتمنى- انت مالك يا برده. اتمنى كل الناس تشوف خساره فيا، ومع ذلك هو اختارني انا. يعني ده وسام قضى على صدري، بس وش حمار كانت يا جميله اختي. انا ده انا حتى بوسك في الشوربه هتسكني. يلا حقنا. انا خلصت الجرجير يا صبحي. احنا كلنا جرجير هنحاسب على الجرجير. كنسل على الاوردر يا عمر. شبعت خلاص، شبعت ومش مسامحاك. حسابنا في البيت. لا بجد ليه كده؟ ربنا يبارك فيهم ويخليهم لبعض، امين يا رب العالمين. في شخص، لا هو بيرحب بيه. هو المفروض ان في حد شخصيه مهمه قاعد في الترابيزه اللي ورانا، بس مش شايفه اي سيبيه اهميه هو في بعد الموضوع. كده هيفضل ياكل الجرجير قبل ما يجي الأكل. سيبوكم من الفاصوليا واللوبيا، احنا جنب احنا ايه؟ احنا جنب بالظبط. تعالوا نورينا بنورك. المكان منور باهله، مش عارفه في ايه يعني. الوزير ده معانا بياكل معانا ولا هنا مش فاهمه ايه؟ صح؟ اوطي صوتي ليه وانا بتكلم حاجه غلط؟ ايه كميه البدل دي؟ بس اختار احلى عروسه، ربنا يحفظك، امين يا رب. ربنا يحفظك ويهنيك انت وضياء يا روح قلبي. والله انتوا ناس ايه بوتش تعمل لنا ايه؟ انا اكلت الجرجير يا اسماعيل وخلاص والله شبعت. طب انا عايزه اعيش من العيش اسمه ايه يا اسماعيل؟ اسماعيل العيش اللي انت جبته لنا ده اسمه ايه؟ اللي عامل زي العيش شبه الفطير اللي احنا خلصناه ده دوت ملوع. اسمه ملوع؟ يعني في عيش اسمه ملوع ولا في عيش ده ملوع، ده ما ده يمني يمني؟ اللي بيعملوه تحت الفرن يمنيين. يا شيخ الله. طب في سوري؟ بصوا يا جماعه، طب ممكن اطلب من الملوع ده وانا ماشيه؟ جامد.
العيش ده ايه بالظبط؟ اسمه ملوع دقيقة بالظبط. يا جدعان اصبروا عشان السكر طالع مش عارفه اقول لهم العيش لا ده كتير ربع ساعة تاني؟ كتير تاني؟ كتير كتير والله ما اوعدكش. لا طب ممكن تجيب لي البيبسي عشان العيش ده أجوع اسمه لأن هو ملوع شبع. بيقول لك عيش يمني عاملينه تحت يمنيين انتوا اسمه عاملينه على ملوع. الفحم ها؟ لا فرن كده عاملين فرن تحت او مين عارفه؟ اوعي بقى عشان بتوع العريش قعدوا يقولوا العيش بتاعنا او طلع بتاع اليمن وملوع. بطلوا لوع بقى في الكلام. العريشيه ما قالوش كده قالوا لي تعالي واحنا نعمل لك احلى عيش امال مين اللي قال زي العيش بتاعنا؟ هو شبهه فعلا رحرح كده تعالى نورنا في عيش تاني. المعلم اسماعيل معانا. طلعت البدل اللي كانت واقفه جنبنا دي ده الستاف جميل برضه. اللي شغال في انت عامل لي المحل بقى رصه عيش كده انا وانا فكرت مروحة. في حد مهم انا بعمل ورانا لك بقناه ماما لولا اعمل لكم الفضيحه دي واقول رايي بقى. جوعتوني ومتوا من الجوع. ولازم تجوع عشان تشوفي اللي جايه جامد. بجد امهات صرم كتير نعرف ناكل الجاي. امهات صرم كتير قوي ربنا يكفيك شرهم امين يا رب العالمين احنا واياكم يا ليلى نعم بطلي اكل لسان عصفور ده بيقول لك اكل جامد يعني انت هتاكلي ايه تاني؟ مش قادره بقى طب والنبي لا تشيليه من النبي عشان خاطري. بسم الله على خلصت الكوارع وخلصت العيش. وانتي لا. انا خلصت شربتي من زمان. ما انا طالبه واحده دي بتاعتي انت بتشاور عليها ليه؟ معلش لما او طالبه واحده اقطعي اللايف ده. هشرب من عند ماما ما تيجي الصعيد هتنوري والله اسوان نفسي اروح الله في عيش عيش جديد اهو يا في جماعه. حاجه جديده نازله لحظه واحده هو صبحي ناوي يجننا. ليه بس؟ ده عيش ايه بقى؟ اسمه دميس. دميس دميس؟ منين ده بقى؟ هو سوري. سوري؟ بس الحقيقه كله طب سوري. طب فين العيش؟ احنا كده معانا اليمن وسوريا اه وفين لبنان؟ في عيش مصري اهو ايه في احنا عيش مصر برده احنا أهو. معروف. فين لبنان؟ بيجي لنا زمان لبنان بس بيجوا الخميس. لا طب ده بياكلوا بيه الله. ايه؟ كل بس عامل زي البسكوت بتاع بصوا يا جماعه من كده هنا ازاي؟ ايس ده كريم ازاي؟ اسمه دميس. دميس فين السوريين يا جماعه هم اللي يعرفوا الكلام بصوا الجميل هي ده اشرف عماله تقول لي لا تشبعش بقى خدت مني العيش بتكمله. طعمه تحفه عامل زي البسكوت بتاع الايس كريم لا ما بديش طب ما صبحي يفتح مطعم عيش بس والله بتاكل حاجه جميل. جميل طعمه تحفه تسلم ايده والله طريقة بقى عمايل الحاجات دي كلها المعلم صبحي مصورها على البيج بتاعته يا جماعه ادخلوا على البيج بتاعته اعملوا له انا لسه والله لايك يا وفولو ليلى كنت وتابعوا. هقول لك ما تيجي نساله على طريقته ونعمله بس بما انه عامله على الصفحه خش على صفحته واعملوه بجد تحفه هتلاقي بجد. السوريين عارفين السوريين دول الله. ما فيش زي ليهم اتنين في جمال كل حاجه والله. ما ينفعش يلا تشربي بيبسي عشان ايه خطر. مودي ازاي ده لسه ملقحه عليه من شويه في خلاص فيديو. خلينا نلقح عليه ايه واحنا قاعدين في الشارع. هي لسه ملقحه عليه في فيديو دلوقتي ربنا يهنيهم يا رب الله يحفظك من كل شر ويخلي لك ضياء ويديمه سند وطول عمر امين يا رب ربنا ما يحرمني منه ابدا ولا من كلامك دخلته جميل. عليا كده اللي بيفاجئني بيها الساعه 5 الصبح دي احكي لكم عن دخل قسماً الضياء بالله العظيم أنا 5 الصبح بلاش تخطفي. قال ايه انا كنت نايمه وكانت ماما معايا نايمه وايه كانت معايا نايمه كلنا نايمين ومستقرين انا كل شويه يقوم البدل دي الباب بتقدم. يخبط عليا الساعه 5 الصبح وانا من الناس اصلا اللي بتخاف من خيالها عارفه لو انا عشان اروح الحمام ممكن اصحي اختي ولا اصحي ماما تقفي قدام باب الحمام بخاف قوي ومن الساعه 5 الصبح قدر حد بيخبط على الباب لحظه صمت استهلال وانا كمني اصلا بصحى لو في حد نفخ من جنبي ام علاء بتقول لك التمييز ده افغاني مش سوري بيقولوا سوري انت بتدلني يا اسماعيل ثانية طلع واحدة. افغاني مش اسماعيل ده بس ماشي ما قالش سوري. ما بقتش عارفه اعمل ايه ثانيه بس عشان بكمل بس سوري. القصه لا، سوري. بتاعت دي في قلبي فيها دي المهم فضلت ساكته كده ممكن تشيل الشوربه قلت دي؟ عادي ممكن يكون
حد بيجي ياخد الزباله يكون هو بس هيخبط عليا ليه؟ ما انا سايبه له الزباله بره. سكت كده شويه صمت وخبط بقى ايه لو مش حد عايز حاجه من البيت ده وبيخبط كتير صح كده. يا لهوي بقى على الخوف والرعب، رحت ماسكه التليفون بسرعه علشان اكلم ضياء. انا لما بكلم ضياء تليفونه مقفول وعمره في حياته ما عملها. طلع مين في الاخر؟ انا عايزه اعرف. احنا عندنا في الشقه ما فيش شبكه. ايه؟ طلع ضياء بجد؟ ضياء ما جه الساعه 5 الصبح. فاكر كل ده بتحكي عن هي عشان شافته الظهر هو جه نام طبعا شافته الظهر. المهم انا قاعده الرعب ماسكني جوزها لقيت لك ضياء بيرن قلت الحمد لله الحمد لله حاسس بيا بفتح قلت له ضياء في حد على الباب بره. قال لي قومي افتحي يا هبله. انا كان شكلي وحش قدام نفسي قوي. انا يا جماعه بخاف قوي من القعده لوحدي وبخاف من الضلمه وبخاف من الاصوات بخاف من اي حاجه. انا ما بخافش. يا لهوي انت يا ماما انا عايزه اقول لك انا ما شفتك شجاعتك في حياتي. شجاعتك ابهرتني. العيش اليمني اسمه ملوح مش ملوع. ام علاء الشربجه هتقطعكم النهارده نازله لنا بكميه معلومات. سامع يا صبحي اسمه الملوع ولا الملوح؟ ملوح عشان بيتلوح كده. ممكن يكون قال ملوح بس احنا سمعناه ملوح. دعاء هي بتقول عشان بتلوح كده. فعلا ممكن يكون كده. هو ايه؟ طب هات لي برشامه صداع طيب. نسيتي؟ هات لي برشامه صداع. احمد ابو السعود الزغبان التميس ده بيتاكل بعدس طعمه حكايه. سلمي على الحاجه امك طعمه حكايه. اللي هو الله يا رب تسلم من كل رد. بيقول لك بتاكلي بيه عدس. عدس. ده التميس ده. طب ينفع بس مع الصبح مش كده؟ انتوا مستنيني تحت؟ استنوني تحت هنعمل مظاهره عند صبحي ده. ايوه احنا برضو نعمل لك ايه؟ انت عايزه ايه؟ مش فاهمه يعني. اسماء يسري انت داخله بتسالي سؤال ولا ايه؟ لا احنا برضو نعمل لك ايه؟ في ايه يا ماما؟ خلاص يا دايره اهدي يا ست اسماء بالله عليك اطلعي بره اللايف. انت شو تعملي لي ايه؟ اشتغل ما تعمليش الحركه انت عملتها دي تاني. انا ما عملتش حاجه على فكره انت اللي عملتي. ما عملتش والله. انا ما جيتش يا هنا ولا هنا. معلش يا جماعه التميس له انواع جميله منه البسكويت والزبده والعادي وبالجبنه ومنتس رشده. السعوديه بيتاكل مع الفول والطعميه والجلابه. انا ما عايزه اقول لك كومنت ما فهمتش منه اي حاجه خالص غير هو ليه انواع جميله. هو طعمه حلو يعني ايا كان هو بيتعمل بايه بس طعمه جميل قوي. لا هي بتقولك بيتاكل بيه ايه؟ لا هي قالت حاجات كده بس حاجات عربي يعني هم اللي عارفين. انا مش عارفه يعني ايه ملوع مش ملوح. لا ما جننوناش بقى. هي قالت عيش ملوع. صبحي قال ملوع. ايه رايكم في الطقم ده يا جماعه؟ شبهوا كده يا جماعه الطقم ده بتاع مين؟ والله كل اكسسواراتها بتاعتي. عايزه اقول لكم من البنطلون للبوكليت للشميز للعقد للطرحه كله بتاع ماما كله. والله انا اللي بتلبس هدوم امها وبتطلع عليها احلى من هدومها. والله لا انا هدومي بتطلع عليا احلى منك. لا بقول انا اللي بلبس هدوم امي وبتطلع عليا احلى من هدومي. ايوه. في تمييز ساده للعدس وهذا تمييز سكر هذا تمييز باكستاني. قلاوي لا كل واحده بقى تكتب لي في كومنت معلش انواع التمييزات وبيتاكل بيه ايه. انا كنت عايزه اقعد معاكم اكتر من كده وناكل سوا اوريكم احنا بناكل وهو معلم صبحي هينزل ايه بعد التاخير ده كله. بس هضطر ان انا اقفل اللايف عشان الموبايل هيفصل شحن وهنزل لكم الاكله اللي المعلم صبحي عاملها في صوره ونكتب عباره عن ايه. لا صوري لهم الاكل هم عايزين. ما انا هصور لهم الاكل بس نعملوا فيديو صغير. الموبايل انا بقول لك نعملوا فيديو صغير لما ينزل الاكل وننزلها على صفحتي. استنوني في الصفحه اوعوا حد يطلع من الصفحه. انا جايه لكم تاني بالاكل اللي عملها معلم صبحي. ما تنسوش تخشوا تشكروه يا جماعه عشاني ارجوكم. سايبه لكم اللينك بتاعه.